البحر الأحمر. أفادت القيادة المركزية الأمريكية بأن الحوثيين أطلقوا صاروخا باليستيا مضادا للسفن في مناطق سيطرتهم باليمن باتجاه المدمرة الأمريكية كارني في خليج عدن. أضافت القيادة أن المدمرة كارني تمكنت من إسقاط الصاروخ بنجاح في حين لم يتم الإبلاغ عن إصابات أو حتى أضرار. كشفت 4 مصادر إيرانية ودبلوماسي مطلع أن المسؤولين الصينيين طلبوا من نظرائهم الإيرانيين المساعدة في كبح الهجمات التي يشنها الحوثيون على السفن في البحر الأحمر أو المخاطرة بالإضرار بالعلاقات التجارية مع بكين. وقالت المصادر الإيرانية لرويترز أن المناقشات حول الهجمات والتجارة بين الصين وإيران جرت خلال عدة اجتماعات عقدت في الآونة الأخيرة في بكين وطهران، ورفضت تقديم تفاصيل حول موعد انعقادها أو من حضرها. وبحسب المصادر الإيرانية ال4 فإن المسؤولين الصينيين لم يدلوا بأي تعليقات أو تهديدات محددة بشأن كيفية تأثر العلاقات التجارية بين بكين وإيران إذا تضررت مصالحها بسبب هجمات الحوثيين. وقالت المصادر الإيرانية أن بكين أوضحت أنها ستشعر بخيبة أمل كبيرة تجاه طهران إذا تعرضت أي سفن مرتبطة بالصين للهجوم أو تأثرت مصالح البلاد بأي شكل من الأشكال. من الناحية الأمريكية، مسؤول أمريكي كبير قال أن واشنطن طلبت من الصين استخدام نفوذها لدى إيران لإقناعها بكبح جماح الحوثيين، بما في ذلك في المحادثات التي أجراها وزير الخارجية أنتوني بلينكن ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان هذا الشهر مع مسؤول كبير في الحزب الشيوعي الصيني.